وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. لا زال الحديث مستمرا بشأن الهوية الإريترية، واليوم سنناقش قضايا عديدة مهمة ذات أهمية قصوى يحكمها الواقع والأحداث الحاصلة في الإقليم الإفريقي. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي عامة والداعية المعروف لدى الجالية الإريترية. باسمكم جميعا أرحب به كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم، وأرجو تواصلكم معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حسابات قناة السلام الفضائية، وكذلك على الرقم الذي يظهر أمامكم في الشاشة، وهو 044 79 47 83 14 17. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سنناقش العديد من القضايا في هذه الحلقة، سألنا الله تبارك وتعالى أن يجعلها حلقة موفقة مباركة نؤدي فيها الرسالة للشعب الإريتري ونحيي فيها الهوية الإريترية ونبين المقصود من هذا البرنامج. النقطة الأولى عناصر الهوية الوطنية الإريترية. النقطة الثانية أهمية الوعي بالهوية الوطنية الإريترية والالتزام بها. النقطة الثالثة ما هي المهددات التي تهدد الهوية الإريترية وكيف نعالجها إن وجدت. النقطة الرابعة هل الهوية الوطنية تحددها حكومة معينة وتلزم بها الشعب أم تتشارك وتتوافق بها كل أطياف الشعوب لتحدد هويتها. وهناك بعض القضايا إن اتسع معنا الوقت سوف نطرحها عليكم. أهلا وسهلا دكتور حسن سلمان، نجدد الترحيب بكم ويا مرحبا بكم. كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة مع الشيخ محمد عبد الله عن الهوية ومعناها والمقصود منها، وبعض الأمور المستحسنة في الهوية وبعض الأمور المستقبحة، واستكمالا عن ذلك نقول ما هي عناصر الهوية الوطنية الإريترية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعنا نعود قليلا لتذكير المشاهد الذي ربما لم يتابع الحلقات الماضية. ذكرنا في حلقتنا الماضية كيف تشكل أصلا هذا الكيان الوطني الإريتري، وكيف بدأت عموما الدولة القطرية سواء في أفريقيا عامة أو في الحالة الإريترية على وجه الخصوص. وهنا نذكر بأن هذه المنطقة تاريخيا كانت لها يسكنها شعوب ومجتمعات، لها عادات، لها تقاليد، لها أنماط هوية، أنماط معيشة، ولكنها لم تكن بطبيعة الحال كلها ترتبط بكيان سياسي واحد. فكانت هنالك اتجاهات تتبع الهضبة الإريترية، وكانت هنالك اتجاهات تتبع الاتجاه العفري، كانت هنالك اتجاهات تتبع المكونات البيجاوية. نفس المكونات البيجاوية بعضها كان يتبع إلى الدولة السنارية في السودان، بعضها يتبع الدولة العثمانية خاصة في ولاية الحجاز، وهكذا. يعني كانت هنالك مجتمعات متجذرة له. في فترة من الفترات ربما أيضا وصلت إلى مرحلة أن تكون لها دويلات مستقلة أو سلطنات مستقلة، وهي الفترة التي كانت تسمى فيها بدول الطراز الإسلامي. كانت واحدة من هذه الدول مثلا أو واحدة من الإمارات تقوم على الأرض الإريترية الحالية. لما جاء المستعمر وأوروبا اتجهت إلى احتلال الشعوب الأخرى والاتجاه نحو البلدان الأخرى، كانت إريتريا عموما في هذه اللحظة التاريخية
من نصيب إيطاليا، لأنه يعني تراجع الدور المصري وتراجع الدور العثماني وتراجع كذلك الدور عموما السوداني في إطار المهدية كذلك. فإيطاليا وجدت الفرصة مناسبة للدخول على هذه المنطقة في نهايات القرن التاسع عشر تحديدا 1890، ووضعت على كل الخارطة الإريترية الحالية، يعني الخريطة الإريترية الحالية التي نريد أن نتكلم عنها، هوية من هم بداخلها، يؤرخ لها من هذا التاريخ. يعني حتى لا نذهب بعيدا، يعني بعيد لو رجعنا ما قبل هذا التاريخ يمكن أن تجد كل إنسان يتكلم لك عن هوية معينة، عن طريقة عيش معين، عن شعب معين، وبالتالي هنا تأتي الانقسامات. لكن بما أن الدول الحديثة نشأت ما بعد خروج المستعمر ونحن واحدة من هذه الدول، تشكلت هذه الدولة بجغرافيتها الراهنة في ظل الاحتلال الإيطالي، ثم استمر بعد ذلك الاحتلال عام كم؟ 1895 تحديدا إلى الأربعينات. 1940 استلمتنا بعد كده بريطانيا، لأنه خلاص في الحرب العالمية الثانية هزمت إيطاليا، وكانت على كل المستعمرات اللي كان محتلها إيطاليا تم تقسيمها وتوزيعها، فكان على كل نحن وقعنا تحت الوصاية البريطانية. إذا من هنا يمكن أن نتحدث عن شعب يقطن جغرافيا معينة، لأن الآن العامل الجغرافي هو العامل الأساسي في موضوع الهوية الآن في الدولة الحديثة. يعني لما تتكلم عن شعب سوداني أو شعب إريتري أو شعب كذا، أنت تتكلم عن جغرافيا محددة. هذه الدولة لها حدود معينة، هذه الحدود معترف بها دوليا، هذه الحدود يقطنها شعب معين. هنا نأتي إلى طبيعة هذه المكونات الآن بعد الجغرافيا. يعني العنصر الأول، هنا نكون دخلنا في الجواب على السؤال، العنصر الأول في الهوية الحديثة للشعب الإريتري هو وجود جغرافيا معينة تعرف بإريتريا. هذا الهوية الأولى، وبالتالي كل من يقطن هذه الجغرافيا ويولد فيها ويعيش فيها وينتسب آباؤه وأجداده في هذه الأرض فهو يعتبر من الإريتريين. هذا الآن بعيدا عن أي شكل من أشكال التقسيم. طيب ما رأيكم من يقول لماذا نحن نوافق اتفاقية سايس-بيكو؟ يعني بهذا نحن نكون قد وافقنا على اتفاقية سايس-بيكو وتقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات، وبالتالي نحقق أهدافهم، في حين أننا أمة واحدة وخلافة واحدة وإسلامية واحدة. أحسنت. هذا طبعا بطبيعة الحال سيسوقنا إلى المطلوب شرعا والمقدور شرعا. المطلوب شرعا أننا نكون أمة واحدة ولا نخضع لسياسات المستعمر والمحتل ولا نخضع ولا نستجيب لرغباته، لأن المحتل عندما قسم هذه المنطقة قسمها بطبيعة الحال وفق رغباته هو. وإن كنا نحن عموما يعني اتفاقية سايكس-بيكو كانت متعلقة بالشرق الأوسط بقدر كبير، ولكن إفريقيا خضعت لحسابات أخرى، وإن كان هو في النهاية بريطانيا اللاعب الأساسي في موضوع التقسيم حتى في القرن الأفريقي. لكن سايكس-بيكو تحديدا لم تكن شاملانا نحن، لكن شاملتنا أمور أخرى يعني. لكن هنا يأتي قضية، ولكنهم مشوا على منهجهم، على نفس المنهج هو نفسه. لكن هنا الآن أنت قلت عبارة جميلة جدا، عبارة المطلوب شرعا، المطلوب شرعا والمقدور شرعا. أيوة، نحن الآن نتحرك في إطار ما هو مقدور وفي إطار ما هو متاح، لأنك إن جعلت الشعب الإريتري وحده الآن يواجه المنظومة الدولية لإقامة فكرة إنه والله نحن أمة واحدة، ستحمل هذا الشعب ما لا يطيق. جميل. وبالتالي لا بد هذا الشعب أن يتحرك في الخريطة الجغرافية التي سميت له ومنحت له وأعطيت أنه هذه أرضه. لكن هذا لا في المكتسبات. هذا لا يعني بطبيعة الحال الانقطاع عن الجوار، الانقطاع عن الأمة، هذا يعني بطبيعة الحال ذلك. ولكن حاليا لا يمكن أن يتم الاعتراف بك دوليا إلا ضمن هذا السياق. هذه للأسف يعني الحالة الدولية الآن هذا السيستم هو اللي ماشي. وبالتالي فكرة المطلوب شرعا هي فكرة أمة وليست فكرة شعوب عاجزة للأسف الشديد. هي فكرة في النهاية فكرة أممية تقوم بها الأمة. إذا نواصل الحديث. العنصر الأول وجود العنصر الأول هو وجود الجغرافيا. إذا العنصر الثاني للهوية الإريترية الاعتراف بمكوناتها الدينية. نعم. الاعتراف بمكوناتها الدينية. يعني أنت شعب متكون من أكثر من ديانة. فاللحظة التي تريد أن تتحدث عن الأديان في إريتريا لابد أن تعترف بالأديان كما هي، وإلا ستقع في إشكال هويات. فإذا قال المسلمون إريتريا دولة مسلمة أو يسكنها المسلمون فقط، أنكروا للطرف الآخر وجوده.
وإذا قال النصارى بأن إريتريا والله لنا وحدنا وهي دولة للنصارى وبالتالي يبرمجون الأمور كلها على هذا الوضع، سيجحفون في حق إيه؟ فهنا لما تأتي أنت في إطار منظور الهوية الدينية ستتكلم عن ديانتين، وأيضا ستتكلم عن الديانات اللي يسموها الديانات الأفريقية، هذه هي قليلة ولكنها موجودة في داخل إريتريا. هذا الجانب الثاني اللي هو موضوع الأديان الموجودة في البلد. الجانب الثالث الثقافات. الثقافة طبعا هنا يمكن أن تشمل الدين ويمكن أن تفصل الدين عن الثقافة. الثقافات هنا يمكن أن تدخل فيها كل ما يتعلق باللغة وما يتعلق بالعادات، بالتقاليد، بأنماط الحياة، بطبيعة العادات اللي تسود المجتمع. فهنا ستلاحظ بأنه أنت عندك أيضا في إريتريا أكثر من ثقافة، ولا نستطيع أن نقول أنه ثقافتنا كلنا ثقافة المرتفعات وثقافة المنخفضات ليست كلها إيه؟ ثقافة واحدة. فأنت أمام هذا بطبيعة الحال سيجعلني أقول بأننا علينا أن نتعامل مع مفهوم الهوية بمفهوم مركب وليس مفهوم مبسط. يعني هي حالة مركبة وليس حالة مبسطة. يعني ليس من السهل في إريتريا أن تقول والله نحن عرب، أو ليس في إريتريا أن تقول نحن مسلمين، وليس في إريتريا أن تقول والله نحن تجرينيا، أو تقول في إريتريا نحن تجري. لا، لأنه في أكثر من مكان. فهنا في الهوية من المهم جدا في إطار وأنت تنظر إلى مفهوم الهوية، أنظر إليها مفهوم الجغرافي، أنظر إليها بمفهومها الديني، إنه عندك أديان والآن في ديانتين كبيرتين في إريتريا. أنظر إليها بمفهوم الثقافة وتجلياتها، أنه من ضمن مفهوم الثقافة حتجيك تجليات الفنون والأشعار وغيرها من القضايا والعادات والتقاليد. فستجد أن هنالك عادات عديدة جدا في هذا المجتمع، تكون برضو جزء من عناصر هذه الهوية الإريترية. أيضا عندنا مسألة مهمة جدا وهو التاريخ المشترك. يعني هذا الشعب بهذا الجزء عاصر الإيطاليين وعاصر البريطانيين وعاصر الثورة الإريترية وخاض نضال مشترك. بالتالي هنالك ذاكرة تاريخية مشتركة لهذا الشعب. وهنا خاصة أنا أركز على الفترة التي عاشها الشعب الإريتري لمدة 30 سنة في ذاكرة الثورة الإريترية. يعني هذه أعظم فترة يمكن أن نتحدث عنها، شكلت على الأقل الوجدان الجمعي للإريتريين وشعورهم بالهوية الإريترية بشكل مفصل. لأنه في الحالة الإيطالية والحالة البريطانية ربما كان المستعمر يتلاعب على التناقضات ويتلاعب على الحالة الطائفية بشكل كبير. عندنا أيضا ما نسميه في الهوية المصير المشترك، أن هذا الشعب بهذه المواصفات التي ذكرناها إلى حد كبير مصيره مشترك. ففي الثورة الإريترية واجه هذا الشعب مصير الإبادة بشكل مشترك، ولما جاءت الحرب الآن حرب 98-2000 واجه هذا الشعب أيضا مصير مشترك، فكان الموت جماعيا وكانت الحرب جماعية على الكل. أيضا أي مهدد الآن يأتي في المستقبل ويقصد الدولة الإريترية فإن مصير هذا الشعب أيضا إيه؟ مصير مشترك. وبالتالي هذا يستصحب أيضا في موضوع الهوية. في نقطة أخيرة في موضوع الهوية اللي هو ما يسمى بالمصالح المشتركة لهذا الشعب. بالمصالح المشترك لهذا الشعب. ما الفرق بينه وبين المصير المشترك؟ المصير المشترك غالبا ما يتعلق بالاجتياحات الخارجية وما ينجم عنها من بقاء هذا الشعب أو إبادة هذا الشعب أو مروره بالمخاطر. موضوع المصالح تدخل فيها أشياء كثيرة جدا، تدخل فيه قضايا التجارة، قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا المصالح على كل المتداخلة بين هذا. فهذا الشعب مصالحه سواء في داخله أو مصالحه مع الجوار إلى حد كبير أيضا مصالح مشتركة. كل هذه القضايا تدخل في النظريات بتاعت الهوية فيما يعرف بمفهوم الأمن القومي للدولة المحددة، ويدخل أيضا في رعاية هذه العناصر. يمكن أكثر من 7 وزارات ترعى هذه المفاهيم التي تحدثنا عنها، فوزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الدينية، وزارات الأوقاف، وزارات الدفاع، وزارات الداخلية. كل هذه الوزارات لو تأملتها سترعى مفهوم الهوية بهذا النوع من. هل العلم له دور في تحديد الهوية؟ العلم يعتبر من ما في الهوية في شيء اسمه الترميز اللي هو الرمزيات. الترميز أحيانا يكون علم، أحيانا يكون شخصية. يعني الآن مثلا شخصية حامد عواتي، شخصية عبد القادر الكبيري، شخصية إبراهيم سلطان، شخصية ولد مريم، هذه الشخصيات تشكل رمزيات للشعب. فتجد أن الشعب له رمزيات، من ضمن هذه الرمزيات اليوم رمزية العلم. فتلاحظ أن الشعب مثلا له رمزية معينة، علم معين يتوافق عليه. طبعا كل ما كان العلم محل توافق كل ما كان رمزيته قوية في نفوس الناس. من ضمن الرمزيات النشيد الوطني
أيضا تدخل هذه. فهذه إلى حد كبير يمكن تكاد تكون من رمزيات ومعبرات الهوية بشكل أو آخر، وبالتالي هذه تدخل على كل في الرمزية. أضف إلى ذلك حتى الجواز المشترك، إن كل الأريتريين سيتحركون بجواز واحد، يتحركون يحملون جنسية واحدة. هذه كلها عبارة عن رمزيات أو ما نسميه بالترميز في الهوية. جميل، أحسنتم دكتور حسن سلمان. طيب نأتي الآن إلى نقطة أهمية الوعي بالهوية الوطنية الإريترية والالتزام بها. الحقيقة أهمية الوعي بالهوية الوطنية حينما يعني نتحدث عنها في واقع الشعب الإريتري، خصوصا الذين يعيشون في الخارج. ربما الذين يعيشون في الداخل يعون هذه القضية بأن يعني هويتهم الوطنية الإريترية تعتبر يعني هي يعني حنينهم وهي مكانهم. لكن الذين يعيشون في الخارج تجد أن يعني 90%، أو قل ربما أكون أنا بالغت في هذا، خلينا نقول من 70 إلى 80% لا يهتمون حقيقة بالهوية الوطنية ولا يفتخرون ببلدهم الإريتري، وبالتالي تجد أن ليس عندهم أي اهتمامات أو أي طموح للعودة إلى إريتريا وبنائها من جديد. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. الجواز الإريتري في جيوب الناس، ويعني يتحينون الفرصة التي يعني يتخلصون من هذا الجواز، وينسون تاريخهم وينسون العناصر التي أنت ذكرتها والخير الكثير الموجود في إريتريا. فهذه النقطة في الحقيقة مهمة جدا جدا، خصوصا في الجيل الصاعد. يعني هناك أجيال كبيرة صعدت وتعلمت وأصبحت ذات قوة، سواء كانت قوة علمية أو قوة اقتصادية للشعب الإريتري، ما إذا لو اتحدت لأثرت الحقيقة في الداخل. لكن يحول بينها وبين ذلك عدم الوعي بالهوية الوطنية. فما هو تعليقكم في هذا؟ أحسنت. على كل موضوع الهوية حقيقة الآن من أكثر الموضوعات التي تشغل المفكرين وتشغل رجال الإصلاح، لأن مسألة الهوية لها علاقة كبيرة جدا بمسألة الاعتزاز، لها علاقة مسألة السيادة، لها علاقة مسألة الشخصية وتقبل الإنسان لذاته كما هو، ولا يعيش الإنسان أزمات عموما في داخله. وأخطر الأزمات التي يعني تتسبب فيها أزمة الهوية هي الأزمة الداخلية. أنت تشعر في داخلك بتناقضات هائلة جدا، أبنائك يشعرون بتناقضات هائلة جدا، بينما لو كانت الرؤية عندك واضحة وهويتك بالنسبة لك معلنة ومعروفة ومعتز بها ولا تواجه مشكلة، فإن كل شيء يهون بالنسبة لك وتعيش بانسجام تام ما بين باطنك وما بين خارجك. النقطة الثانية برضو يعني أؤكد على أنها نظرة قاصرة. الذين يتجاهلون الهوية الوطنية الإريترية بالذات يعني ويتصورون بأن يمكن هذه الأمور تغطيها لهم الهويات البديلة، هؤلاء يخطئون خطأ كبيرا. هنا أفرق ما بين مفهوم السيادة ومفهوم الوظيفة. أنت في كل البلدان الأخرى التي تحمل جوازها وتحمل هويتها إلى حد كبير تظل أنت تقوم بأدوار وظيفية فقط. إذا كنت متعلم ولا كنت مثقف ولا كنت يعني تؤدي أدوار داخل هذا المجتمع تأخذ عليها مقابل وتعود إلى بيتك. لكن في دولتك تمارس أدوار سيادية، يمكنك أن تترشح وأنت بكل اطمئنان، يمكنك أن تشعر بأنك ابن هذا البلد دون أي مشكلة، يمكن أن تقدم يعني آراء وأفكار تحول حتى اتجاهات المجتمع بشكل كبير. فأنت على كل مفهوم السيادة شيء ومفهوم الوظيفة. طيب دكتور حسن، فأنت على كل هذا الجانب لابد من الالتفات إليه. أنت سيد في بلدك وأنت موظف في بلدان الآخرين، وتشعر دائما بعقدة النقص مهما كانت. على كل مهما تم الحديث عن أن هنالك بلدان أتاحت للناس والله كل الحقوق وبالتالي لا يجد الإنسان، لكن طيب ما هو دوري كمسلم تجاه الهوية الإريترية؟ بعد الفاصل نجيب على هذا السؤال. مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود إليكم، أبقوا معنا. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.
إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأة بعوتات زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم. كنا نتحدث مع شيخنا وأستاذنا دكتور حسن سلمان فيما يتعلق بأهمية الوعي بالهوية الوطنية، يعني وتكلمنا عنها في أهمية هذا يعني كمقدمة، ويعني استمرارا لهذا الحديث الشيق نقول: ما هو دور المسلم الإريتري تجاه الهوية الوطنية؟ وهل الهوية الوطنية تعارض يعني التوجيهات الإسلامية؟ تعارض مثلا الجوانب الشرعية؟ وما حكم حديث ما ينتشر بين أخبار الناس في أذانهم ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان؟ وهل إذا كان هذا الحديث ضعيف أو موضوع، هل لديه شواهد أخرى في الشريعة الإسلامية تؤكد أهمية الاهتمام بالوطن أم لا؟ هذه الأسئلة نطرحها نحن وإياكم على فضيلة الشيخ حسن سلمان. طيب، فيما يتعلق بموضوع المسلمين ودورهم في إريتريا، حقيقة ليس من باب التطاول ولا من باب عدم الاعتراف بجهود الآخرين، لكن لو رجعنا إلى التاريخ الإريتري سنلاحظ بأن الدولة الإريترية مشروع مسلم، يعني مشروع للمسلمين قبل أن يكون مشروع لغيرهم. هذه لا بد أن يستحضرها المسلم في إريتريا. يعني فكرة أن تكون إريتريا دولة مستقلة في بداياتها كانت فكرة إسلامية خالصة. المسلمون في إريتريا رفضوا الانضمام إلى أثيوبيا، ورفضوا الانضمام إلى السودان، ورفضوا فكرة استقلال المسلمين ليكونوا جزء من دولة البيجا الكبرى. هذه المشاريع الثلاثة كلها رفضت من من؟ من المسلمين. من المسلمين. يا سلام. هذه لابد أن نستحضرها. وبالتالي الدولة الإريترية الحالية يمكن أن نقول على مستوى بذور النشأة وبذور هي فكرة إسلامية ضحى من أجلها الآباء والأجداد والأبطال الأوائل، وراح ضحيتها عدد من الشهداء في مرحلة تقرير مصير، ثم في مرحلة الثورة الإريترية، ثم اقتنع شركاؤنا الآخرين بهذا المشروع في مرحلة لاحقة. يعني اقتنعوا بأكثريتهم، مع أنه في المرحلة الأولى صحيح مثل ولد آب ولد مريم وغيره كانوا من رواد أيضا المرحلة الأولى، مرحلة استقلال الدولة الإريترية، لكن الغالبية العظمى من المسلمين يعتبر مشروع الدولة الإريترية هو مشروع إيه؟ مشروع المسلمين. وبالتالي التخلي عن هذا المشروع هو تخلي عن تضحيات، تخلي عن ذاكرة تاريخية، تخلي عن تاريخ، تخلي عن يعني مشروع حقيقي تبناه الناس، تبناه الآباء والأجداد في فترة من فترات، وجاء الأبناء ولم يحافظوا على هذا المشروع. إذن لا بد أن نستصحب أولا هذه المسألة. ربما بعض الناس يقول لك: والله يا أخي النهايات لم تكن سعيدة بالنسبة لهم لكن لا، التاريخ لم يتوقف. التاريخ لم يتوقف، وما ضاع حق من ورائه مطالب. إذا كان أنت تشعر بأن والله حاليا الوضع بالنسبة لك غير مريح، وبالنسبة لك ساد الاستبداد وساد ما ضاع حق وراءه مطالب، هذه مسألة أساسية. يعني أنت إذا كنت تطالب بحقك فإنك ستصل إليه في يوم ما، لكن إذا تنازل صاحب الحق عن حقه هنا يمكن أن تأتي الإشكالية. أنت يمكن أن تتنازل عندك حق، وهذا الحق ما طالبت به ولا وهل يجوز لي أن أتنازل عنه أصلا؟ وهذه الإشكال، لا يجوز التنازل. يعني الآن المسلمون إذا تنازلوا عن هويتهم الوطنية بشكل أو بآخر،
سيأتي المكون الآخر ويأخذ هذه طبيعة الحال، وبالتالي يتمدد ويتوسع في أرض يوم من الأيام. وبهذا هل المسلمون يعني يسلمون من الإثم؟ لا يسلمون. لا يسلمون، بالعكس لا يسلمون. ولذلك نريد أن نناقشها نقاشا شرعيا شيخ حسن. نعم، ظل المسلمون في هذه المنطقة ينظرون إلى أنفسهم بأنهم في أرض رباط. ظل المسلمون دائما. لماذا؟ أنت أقرب أرض الآن إلى أرض الحرمين الشريفين. وكل الصراعات اللي كانت تنشأ في هذه المنطقة حتى من القوى العظمى وتدخلها على هذه المنطقة، مثلا البرتقاليين، الإيطاليين، البريطانيين، كانوا جميعا يسعون إلى الاقتراب من الأراضي المحرمة والمقدسة ليكون التأثير أكبر بشكل أو آخر. وبالتالي كان المسلمون في هذه المنطقة بحفاظهم على أرضهم، بجهادهم، بنضالاتهم الطويلة، كانوا حريصين أن هذه الأرض يجب أن لا يخلي المسلمون فيها يعني وجودهم. وبالتالي الانسحاب منها كما ذكرت هو انسحاب من أرض كان للمسلمين فيها حضور، ربما كانت على يعني أن تسمى أيضا أرض وقفية، ما دام أن المسلمين في يوم من الأيام أقاموا فيها دولة وأقاموا فيها كيانا، فهي في نهاية المطاف أرض إسلامية لا يحق لك بأي حال من الأحوال أن تنسحب منها وتتخلى عنها. هذه مسألة على كل من الناحية الشرعية. موضوع الحديث طبعا هنا دعني أقول بأن الشريعة في نهجها الكلي تؤكد على القضايا غير الفطرية أكثر من تأكيدها على القضايا الفطرية. يعني القضايا الفطرية تتركها للفطرة. لماذا؟ لأن الفطرة راسخة في النفس البشرية لا تحتاج إلى مؤكدات كثيرة. فمسألة التشبث بالأرض وحب الأرض وحب التملك فيها هذه مسألة فطرية. تأتي الشريعة لتهذبها، تأتي الشريعة لتنظمها، لكن لا تأتي الشريعة لتقول لك والله يا أخي الأرض مهمة، المال لا، تقول لك والله المال يحتاج إلى تنظيم، المال يحتاج إلى ترتيب، لكن أنت مفطور على حب المال، أنت مفطور على حب إيه؟ وهنا استدل بقوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل الناس يولدون وهم يحبون إيه؟ المنشأ والمولد والأرض التي كانوا فيها صغارا. الحديث صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شواهد هذا الحديث، شواهده من ناحية الفطرة، شواهده من حيث يعني لا يجوز لنا أن ننسبه إلى رسول الله، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هذا المطلوب، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن لا يعني أن والله الإسلام لا يهتم بالأرض، لا يهتم بالوطن، لا يهتم بالديار، لا، ليس كذلك. بل أنا ذكرت في الحلقة الماضية أن الخروج من الديار يساوي في الشريعة القتل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. نعم، فبالتالي هي مسألة مغروسة في النفس البشرية. ولذلك حزن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، حزن النبي صحيح لما خرج من مكة وقال ولولا أن قومك خرجوا من خرجت من أبدا. هي على كل أرض بالنسبة للمسلمين تشكل تاريخ عظيم جدا. هي ربما من حيث الأقدمية هي أقدم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسلمين وصلوا. طيب، نقطة مهمة. نعم شيخ حسن، هناك حقيقة يعني المواقف السياسية تضطر المسلم أو لا تضطره أن يرفع السلاح ويحارب جاره المسلم، بل وربما قتله بسبب الهوية. ما حكم قولكم هذا؟ لا تجيب الآن، ستجيب إن شاء الله بعد أن نطرح بعض المشاركات في الفيسبوك. أبو عبد الهادي الجبرتي، أحييك من هذه الشاشة وأقرأ بعض تعليقاتك. يقول أنا أخالفك في الرأي يا شيخ برهان، بل 90% من الإريتريين يعتزون بوطنهم، وموضوع الجواز هو موضوع ذات أداة من الأدوات. يقول في تسهيل الأمور في العالم، حتى الذين يحملون جواز آخر يعتزون بولدهم. الجواز الإريتري يعتبر من الجوازات التي ليس لها قبول. هذا تعليق أبو عبد الله الجبرتي. يقول أبو عبد الله الجبرتي الرأي والرأي الآخر لا بأس به، لكن أنت تتكلم عن كبار السن. نعم، إذا كان كبار السن يعتزون، أما الجيل الجديد فأنا أقول أعد النظر وأعمل إحصائيات. كل الجيل الجديد اليوم إذا قلت له أنت إريتري يقول لك وما هي إريتريا؟ وماذا قدمت لي؟ هل هي علمتني؟ هل هي وجهتني؟ هل هي أكرمتني؟ الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ والله لا يعتزون بها أبو عبد الله ولا أبو عبد الهادي ولا ينظرون إليها. لماذا كثير من الشباب اليوم يخرج من إريتريا ويفضل الموت غرقا في البحر، يعني غرقا في البحر يفضله عن العيش في إريتريا؟ لماذا؟
لماذا يرى أنه لو يعرض نفسه حتى الفتاة الإريترية ترى أن تعرض نفسها للاغتصاب وأن تختطف من قبل القبائل الفلانية والعلانية أهون عندها من أنها ترجع إلى البلد وتصبر؟ أين الهوية هذه بين الشباب؟ لا هوية لهم يا شيخ، 90% بالعكس لا عندهم هوية ولا عندهم رغبة ولا عندهم عودة ولا يهتمون بهذا. وأنت أدرى مني بهذا الأمر أبو عبد الهادي. أما الشيبان وكبار السن ما يسمى ما يوم ستيو إن صح التعبير، أوافقك الرأي. ولذلك كثير من الناس اليوم يحاولون ليل ونهار ويدفعون الأموال من أجل تغيير الجواز، وهذا هو الشيخ حسن يكون حكما بيننا إن كان يعني وافق على ذلك. شيخ حسن، نعم، احكم بيننا بالحق ولا تشطط. الله يبارك فيك. على كل المسألة يعني أنا في الحلقة الماضية ذكرت بأن الحالة الأريترية ليست جاذبة، وأنا الفترة الماضية الحالة الأريترية ليست جاذبة. أنا أعتقد الأريتريين محبين لوطنهم حد الجنون، الأريتريين بشكل عام يحبوا أوطانهم، لكن لما يتحول الوطن إلى جحيم وإلى عذاب وإلى سجون وإلى معتقلات وإلى ضياع في الأعمار وإلى أنك أنت تدخل الجيش والله وأنت عمرك 17-18 سنة وتستمر فيه إلى 30 سنة وأنت لا متزوج ولا موظف ولا تخرجت، فيبقى هنا الوطن نفسه محل إشكال. فيبقى دمر هنا حياتي، هذا وطن دمر حياتي، دمر الحياة. هنا تأتي قضية إنه هؤلاء الذين آثروا، يعني أنا أعرف شباب عدد كبير منهم كانوا في السودان بعد التحرير مباشرة عادوا إلى إريتريا ظنا منهم بأنه والله فترة 30 سنة أتت الآن بوطن، هذا الوطن سيعملون فيه، سيجتهدون فيه، سيعمرون فيه، سيتزوجون فيه، سينتجون فيه. هذه كانت الصورة. للأسف الشديد أثبتت التجربة خلال 30 الأخرى أن الوطن ليس بهذا الشكل. وهنا طبعا ستأتي يعني إشكالية إنه فعلا والله هل كان الأولى الصمود والنضال من داخل البلد؟ هذه فكرة الآن، يعني هل والله لماذا أنا ما دام مدرك أني سأموت في البحر الأبيض المتوسط لماذا لا تكون هنالك رؤية مختلفة في إنه والله تتحول هذه الطاقات إلى طاقات مواجهة، حتى لو تمت اعتقالات، تم استشهاد، تم غيره، تتحول الطاقات في الداخل إلى طاقات تغيير وليست طاقات هروب. النقطة الثانية، كثير من هؤلاء الذين يعني بالذات اللي في الداخل كما ذكرت، نفرق في موضوع الشباب بين جيلين أو بين فئتين. الذين نشأوا في الداخل الإريتري وخرجوا من الداخل تحت هذه العذابات، تظل عندهم أيضا فكرة العودة من جديد موجودة، وبالتالي تجدهم الآن أكثر المجموعات انتظاما في أوروبا، وأكثرهم في اللايفات، وأكثرهم في يعني حتى المظاهرات اللي كانت تحصل في أوروبا بعشرات الآلاف تجد أن غالبية الذين يشاركون فيها هو من هذا الطرف. أيضا دعني أكون أكثر تشخيصا حتى أيضا نكون يعني واضحين مع بعض. هنا دعني أقول بأن عنصر التجرينيا النصارى على وجه التحديد ما عندهم مشكلة في الانتساب، ونحن هنا نتكلم عن قضايا إريتريا. طبعا ستجد أن التجرينيا مشى مثلا أمريكا، مشى أوروبا، مشى أي مكان، في نهاية المطاف هو لا زال مرتبط بإيه؟ مرتبط بإريتريا، وتجدهم في جروباتهم وفي مجموعاتهم المقاومة للنظام الإريتري أيضا وهم في أوروبا أكثر منا. هذه لابد أن نعترف بها. إذا أنت يعني الحالة الإريترية قسمها أيضا إيه؟ بهذا الشيء، إنه والله التجرينيا ربما هنا فكرة الأوطان البديلة عندهم أقل من فكرة الأوطان. ولذلك هم يقولون شيخ حسن أنتم إذا اذهبوا إلى البلدان الإسلامية كالسعودية والسودان وغيرها، ما لكم وما إريتريا، هكذا يقولون. أي نعم، بعضهم يقول هكذا. صحيح. يرى أن إريتريا هذه خاصة به. هي نعم، هذا الإشكال. نعم. فنحن على كل أيضا في شبابنا الإريتري الذين نشأوا في الخليج مثلا في فترة من فترات صحيح عاشوا أزمة الهوية، وتصوروا بأنه والله خلاص هم أبناء البلدان التي عاشوا، فجأة وإلى الآن فجأة لا ظهرت لهم فجأة مشكلة إنه والله لا وطن له إلا إريتريا. وظل الآن صحيح. بعضهم نظر إلى أنه والله ماشي السفارة داير جواز، لا بد يعني الحالة على كل ولو في بعدها المصلحي. ولكن يا شيخ حسن أنا بدون قطع حديثك، الأسر أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة. صح. نعم. لأنهم حقيقة لم يغذوا قلوب أبنائهم بأهمية الوطن وبأهمية الهوية الوطنية. نعم. وبالتالي صح. أصبح هذا الشاب الآن لا يدري أين يذهب، لا هو سعودي ولا هو سوداني ولا هو أوروبي، وأصبح كذا مشتت. صحيح. ولا عنده هوية أيضا وطنية. صحيح هو من إريتريا، لكن إريتريا عنده صورة سيئة حقيقة. هذه على كل المسألة. لذلك هي أنا ذكرت الحلقة الماضية أن الهوية دائما لها مدخلات ولها مخرجات. إذا أحسننا المدخلات صار لها مخرجات. نعم. يعني عندما تقوم الأسرة بواجبها
طبعا الأسرة هي فيما يعرف بالتنشئة السياسية والتنشئة الهوية، في البداية أسرة. الأسرة هي اللي تعرفك بلغة الأم، الأسرة هي اللي بتعرفك بتاريخ آبائك وأجدادك، الأسرة هي التي تعرفك بانتمائك، أنت والله ابن من وفي أي البلدان. الأسرة هي اللي بتغرس فيك ذاكرة تاريخية إنه في شعب ناضل وضحى وكذا، وتغرس فيك العزة والكرامة وكذا. ثم يأتي بعد ذلك ما يكمله من مدارس، من جامعات، من نظام سياسي. فعلى كل أنا أتفق معك في أنه في إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بدور الأسر ودور المجتمع في غرس موضوع الهوية الأريترية في الأبناء. يعني الآن أنا يمكن ضربت مثال قبل كده في إخواننا الفلسطينيين ونحييهم من هنا، رغم طول قضيتهم وشراستها وما يتعرضون له. يعني الفلسطيني ما عنده مشكلة، ممكن يذوب في مصر، وممكن يذوب في الأردن، وممكن يذوب في سوريا، وممكن يذوب في لبنان، وممكن يذوب في أي بلد، وما شاء الله أتيحت لهم فرص. ولكن مع ذلك تجد الفلسطيني يحمل الجواز الأمريكي ومنشئ مركز اسمه مركز ما أعرف ليك إيش الفلسطيني. طيب قبل أن ينتهي بنا الوقت دكتور حسن، نريد أن نناقش هذه القضية مهمة. الآن الخلافات الحدودية بين الدول تضطر الحكومات أنها يعني تجند المواطنين سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين. نحن المسلمين ديننا طبعا يعني يهذبنا ويوجهنا، ونحن نعمل بالكتاب والسنة، وعندنا نص واضح أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية الكريمة. كيف يكون وضع المسلم في الجيش المسلم، في الجيش الوطني، وهو مثلا يقاتل جاره، وأيضا جاره يرفع السلاح ضد أخيه؟ ما هو المخرج الشرعي لهذا؟ ما هو المخرج الشرعي لهذا؟ وخصوصا قد تكون هناك أطماع سياسية لا علاقة لها بالدين أصلا، وأن المسلمين في هذه القضية هم ضحية من الضحايا. نعم. فهذا الجندي الذي يرفع سلاحه ضد أخيه المسلم في الدولة المجاورة ما حكمه؟ والعكس بالعكس. طيب على كل دعني أقول بأن، وأعود لفكرة نشأة الدولة الحالية. نشأة الدولة الحالية أصلا نشأت على إحلال مفهوم الدولة القومية القطرية الوطنية على مفهوم العلاقة الدينية. يعني في السابق كانت العلاقة الدينية هي سيدة الموقف، وكان الارتباط يتم بناء على ذلك، وقضايا الولاء والبراء وأمة الإسلام وأمة غير كده. كان للأسف الشديد الآن نشأت الفكرة بتاعت الدولة القطرية، وهذه تعزلك تماما عن المفهوم الذي تتكلم عنه، وهذه إشكالية كبيرة جدا. تعزلك عن فكرة أن تفكر كمسلم في داخل هذه الدولة، أن تنظر إلى العدوان وعدم العدوان من منظور المسلم وغير المسلم. وبالتالي هنا تنشأ عقيدة جديدة جدا، وهي العقيدة القطرية، لتحل محل الإله فكرة الوطن وفكرة الرمزية القائمة على توثين الوطن نفسه، يتحول الوطن نفسه يقاتل في سبيله وكذا، وتجنب بقية القيم. هنا دعني أقول، حتى حقيقة المسألة يعني خطيرة وعميقة جدا، لكن دعني أقول بأنه في كل الأحوال بغض النظر أنه والله الذين سنقتلهم في الطرف الآخر مسلمين أو غير مسلمين، أول فكرة العدوان في نفسها يجب أن تكون مرفوضة. فكرة العدوان يعني أنا والله خلاص هذا قدرنا الآن بعد الاحتلال، هنالك خرائط رسمت وحدد لكل شعب إطار معين. لماذا نعادي؟ صحيح. خلاص دعنا نتعايش ونتقبل هذا الواقع، فنترك فكرة العدوان. نعم. نقيم فكرة التعاون محل هذا العدوان. يعني نعم. بدل إنه والله الناس تقوم على فكرة الاعتداء والاعتداء المتبادل، دعنا نقول بإنه والله العوامل التي تؤدي إلى قتالنا واحترابنا والشحناء بيننا دعنا ننزعها. ما هي المشكلات الرئيسية؟ يعني مثلا إذا في شعب يحس بأنه والله امتن الله سبحانه وتعالى على الشعب الإريتري بالموانئ، طيب دعنا نتفاهم مع بعض في كيف تستثمر وتستفيد أنت من الموانئ دون أن تتضرر أنت، ولا أيضا أنا ولا تحرم جيرانك. ولا تحرم جيرانك. نعم. فهذه المسألة على كل مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية كما تفضلت على المسؤولية الشخصية هنا، أي يعني حالة تشعر فيها بأن بلدك ظالم ومعتدي، لاحظت، وسطع على الآخرين، هنا يجب أن تتوقف فيها. إذا كان والله لا بلدك مظلوم ومعتدى عليه، هنا لابد أن نفرق. حاصل عدوان علينا من الأطراف الخارجية، أطماع غير يعني، وجاءوا ليأكلوا أموالنا، جاءوا ليأخذوا أموالنا وأراضينا، فمن قتل دون أرضه فهو شهيد. أيوة نعم. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. طيب تمام. لكن إذا كان يعني وطني نفسه هو الظالم، هو الذي تعدى،
هو الذي يعني عنده أطماع غريبة، فما الحكم؟ هنا دعني أقول غالبا حتى سبحان الله في المجتمعات غير الإسلامية عندما تكون الشعوب لها برلمانات منتخبة ولها قيادة سياسية منتخبة، نادرا ما يحصل هذا النوع من الجنوح، نادرا، يعني أن يتوافق شعب كامل على العدوان على جاره. لماذا؟ لأن الحرب يعلنها برلمان، الرئيس ليس وحده من يمتلك. إشكالية إريتريا الآن أن رأس السلطة هو برلمان، وهو قيادة عامة للجيش، وهو رأس السلطة التنفيذية، وهو كل شيء. وبالتالي هنا ليس يعني الآن جنودنا اللي مثلا ذهبوا إلى التجراي وقاتلوا هناك، هل نستطيع أن نقول والله كان هنالك تفويض من الشعب الإريتري قبل لهم بهذا العدوان؟ لا حول يعني ولا كل الشعب قوة الإريتري إلا بالله. المسلم لو سألته اليوم أبناؤه ضحايا. صحيح. ثم الإشكال بعد أن يذهبوا إلى هناك ويعتدوا على الجيران ويقعون في إشكال، يعني أنا في رأيي كل الشعب الإريتري كان يضرب لهم التحية لو أنهم استعادوا بادمة ووقفوا عند حدودهم مثلا. صحيح. استعدت أرضك، أرض كان معتدى عليها، كان ينبغي على الجيش الإريتري أن يسترد هذه الأرض. لكن أنت عندما تذهب بفكرة الاستباق وفكرة أنه والله هذا الخصم يجب أن تخرجه من المعادلة السياسية في البلد الآخر، يعني فكرة حرب التجراي كانت صراع بين قوميات إثيوبيا ما بين السلطة المركزية والإقليم. عندما يدخل طرف خارجي، هذا الطرف الخارجي سيشكل أولا إشكالات عميقة جدا في النفس بتاعت الجيران، وتورث هؤلاء الناس بعد كده عداوات مستقبلية لا يتصور أنها ستحل بين عشية وضحى. فهنا على كل تأتي الإشكالية إنه والله كلما أقمنا نظاما سياسيا راشدا يعبر فيه عن مكونات المجتمع، والشعب هو الذي يقرر حالة السلم وحالة الحرب، والشعب هو الذي يقرر إنه والله فعلا هذه الحالة تستحق أن، يعني التصور بالله لما قامت حرب بادمة اللي راح ضحيتها ما لا يقل عن 20,000 قتيل من الشعب الإريتري، و70 أو 80 مثلا من إثيوبيا. يعني هل كان هنالك صعوبة من أنه هذه المسألة كان يمكن أن يتفاهم عليها الطرفان إثيوبيا وإريتريا؟ ما كان في إشكال لو أن هنالك فعلا أنظمة تعبر عن شعوبها، لأن الشعوب دائما تعرف مصالحها وتعرف مصالح جيرانها، ويمكن أن حتى فكرة القبائل نفسها، فكرة الشماغلة هذه زي ما تفضلت، في النهاية لها أثر على المجتمعات. طبعا شيخ حسن، الله. فعلى كل هذا الجانب أنا أراه مهم جدا فيما يتعلق بأنه كيف نستطيع أن نجنب هذه البلدان بلدان القرن الأفريقي تحديدا، كيف نجنبها الحروب، كيف نجنبها العدوان. ثم أيضا هنالك فكرة حقيقة طرحها المفكر السوداني أبو القاسم حاج حمد عليه رحمة الله، اللي هي فكرة كونفدرالية القرن الأفريقي. هذه الصراعات التي تراها وهذا الاحتراب، حرب بين السودان وأثيوبيا في الفشقة، وحرب بين إريتريا، وهذا كلها ستلاحظ لو أنك بنيت نظاما كونفدراليا في المنطقة، بحيث والله هذه الشعوب تنفتح على بعضها البعض، فما ينقص عند البلد الآخر يكمله من جيرانه، وهكذا. مثل الاتحاد الأوروبي. أيوة، هذا التكامل. يكون عندنا تكامل القرن الأفريقي. اتحاد القرن الأفريقي كأننا أمة واحدة. كأننا أمة. فأنا أقول لو ذهبنا إلى هذا الاتجاه والشعوب ضغطت حكامها على هذا الجانب، أنا أعتقد سيكون فيه فوائد كبيرة جدا، أكثر من أنه والله على رأس كل 20 سنة نحن ندخل في حرب لا أول لها ولا آخر، يروح في النهاية ضحاياها طبعا الأبرياء من الطرف. ما هي نصيحتك في 20 ثانية وسوف نختم؟ الجندي الإريتري وبالذات المسلم في مثل هذه الأمور، توجيهك الكريم. على كل أنا أقول الجندي الإريتري أولا عليه ألا يكون أداة للدكتاتورية والطغيان بأي شكل من الأشكال. وهنا أنا أتذكر محمد علي كلاي عليه رحمة الله في أمريكا عندما طالبته الإدارة الأمريكية في حرب فيتنام، قال أنا ديني يمنعني أن أقتل شعبا بريئا. يا سلام. ليش أقاتل الفيتنام؟ مع أن الفيتناميين بالنسبة له كفار بالمعنى نحن الآن، كان يمكن أن يقول والله كفار وأذهب أقاتلهم، قال لا. تصور عوقب أنه والله هذا خالف القانون الأمريكي، لكن انسجم مع قناعاته وضميره. فنحن على كل نأمل من القيادات الموجودة ومن الجنود الموجودين إنه والله صحيح يحرصوا على حماية الوطن الإريتري، يحموا السيادة الوطنية الإريترية، يحموا شعبهم من أي عدوان خارجي، لكن عليهم أيضا أن لا يحملوا هذا الشعب بقرارات مرتجلة وبحسابات لا علاقة للشعب الإريتري بها، بأنه والله ندخل في حسابات الآخرين. نحن مثلا دخلنا نحن في حرب الجنوبيين أيام كان حرب الجنوب، قيسان والدمازين، بدون تفصيل دكتور حسن. ايوه. فهذه الاشكالات انا في تقديري بالنسبه للجندي الاريتري عليه ان يكون حاميا للوطن الاريتري، راعيا لمصالحه العليا، منحازا لشعبه. اذا حصلت اي تحرك في انه الشعب الاريتري يريد ان يبني نظامه السياسي الحر، الجندي الاريتري عليه ان ينحاز الى هذا الشعب. مشاهدينا الكرام، الحديث ذو سجون حقيقه، ولكن عباره عجبتني اثناء كلام الدكتور حسن سلمان،
ما ضاع حق وراءه مطالب. أختم بهذه الكلمة: يجب علينا أن نطالب بحقوقنا كمسلمين وكإريتريين، ونحافظ على هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل علينا في إريتريا، وأن نحاول قدر المستطاع أن نبني فيها الأمن والأمان والاستقرار، وأن نستفيد من خيراتها، وإلا فسوف يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة لما لم نحافظ عليها. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع دكتور حسن سلمان في قضية الهوية الوطنية، وهو حديث سجون يحتاج إلى حقيقة لقاءات ثم لقاءات. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.